عمرك حسيت انك بتكون بتتصرف على طبيعتك بس بتحس ان الناس كلها بدأت تبعد عنك، او انك قلت الحقيقة وفجأة لقيت اللي قدامك مش عاجبه الكلام ده، وبعدها تبدأ تسأل نفسك طب هو ايه الصح، اقول ولا اسكت؟ الحقيقة ان الصراحة مش دايما مريحة، لكن هي الطريق الوحيد اللي يخلي الناس تثق فيك بجد. وانا عارف انك دلوقتي بدأت تفكر في الكلام، فهات بقى حاجة تشربها وركز معايا، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها، فيلا بينا نخش في الحلقة. فاكر صاحبك اللي كان كل مرة بيجي يسألك في رأيك في قرار أخده ويقولك رأيك ايه في قراري ده؟ وساعات انت بتقول اللي هو عايز يسمعه عشان ما يزعلش، بس لما اتزنق رجعلك وقال ليه ما قلتيش من الأول وليه خبيت؟ ساعتها اكتشفت ان المجاملة اللي كنت فاكرها لطف خلت الثقة بينكم تتهز، والغريب ان كلمة صريحة صغيرة كانت هتوفر وجع كبير. فساعات الكلمة اللي بتوجع النهاردة هي اللي بتبني جسر أقوى بكرة. وعلم النفس بيقول إن الناس بطبعها مش بتفكر في التفاصيل، لكن بتفكر في إحساسها معاك. يعني مش هيفضل فاكر كل كلمة قلتها، لكن هيفضل فاكر إنك الشخص اللي ما بيزوقش الحقيقة. وده اللي بيخلي أي علاقة صداقة أو شغل تبقى ثابتة ومش سهلة تتكسر. فالإحساس بالأمان مش بيجي من الكلام الحلو، بيجي من إنك تكون واضح. يعني مرة كان في مدير معروف إنه صريح زيادة عن اللزوم، والموظفين كانوا بيقولوا ان الراجل ده قاسي ومش بيسكت على اي غلطة. بس بعد سنين لما حد فيهم حب يغير شغله، كان اول شخص يكتب له توصية حقيقية وهو نفس المدير اللي افتكروا انه قاسي، واللي فضل في نظرهم اصدق واحد قابلوه في حياتهم. فاللي عايز اقوله ان اللي ممكن يزعل منك النهاردة هو نفس الشخص اللي هيشكر فيك بكرة انك مخنتش الثقة دي. وابدأ كلامك بصراحة صغيرة، زي ما تقول لصحابك مش عاجبني الستايل ده بدل ما تجامله. ولما تتكلم اربط كلامك بتجربتك انت، يعني تقوله انا مريت بده قبل كده عشان تبين انك مش بتهاجم. وتعلم تقول معرفش على قد ما شكلها بسيطة، بس هي اكتر جملة بتخلي الناس تحترمك. فالصراحة مش بس كلام، هي اسلوب حياة بيبين قد ايه انت حقيقي. ففي الاخر مش مهم كم واحد هيحبك، المهم ان اللي يحبك هيحب النسخة الحقيقية منك. والصراحة ممكن تخسر ناس كتير، بس اللي هيفضل بعد كده هو اللي يستاهل يكون جنبك. وبس كده، وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، واتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم، والى اللقاء في الحلقة القادمة.